السلام عليكم، شرايكم، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة مطبخ الفراشة، فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. وصفتنا للنهار اليوم محاجب الحراير سخونين محرحرين. الله الله وشحال بنان، وش نحكي وش نقول. نتمنى منكم تجربوا هاد المحاجب لانه نديروهم غير بالبصل الاخضر، رانا في الموسم تاع البصل الاخضر والفوائد تاعو كثيره وعظيمه. وايضا راح ندير معكم عجينه سهله مهله، ما تقولي بلي عجزت عليهم، ما تقولي بلي اكتفي عيا ولا عجزت لا نعجن ولا ندلك، لا والو. هاد المحاجب سهلين مهنين بطريقه بسيطه وحاجه اقتصاديه وبزاف بزاف بزاف بنا. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخير فقط كمساعده منكم ليا. فرحونا بجام ربي يفرحكم، واللي جديده نقولها اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله، يلا بسم الله. هنا نجيبوا الجفنه تاعنا، درت فيه كيلو تاع السميد ولا كيلو ورطل على حساب افراد عدد العائله. البنات ما يحتاجش خلاص للكيله، ديروا مثلا كيلو سميد رطب نوعيه اللي تفضلوها مع رطل فارينه، ولا ديروا سميد كيلو مع كاس فارينه كيما حبيتوا، فهمتوا. وديروا شويه تاع الملح، نخلطوا النواشف مليح مليح. تقدروا ديروا شويه سكر ثاني، حبيتوا ديروا السكر والملح ديروا، ما حبيتوش كيما حبيتوا. المهم الفارينه شويه والسميد وشويه تاع الملح، والماء يكون شويه دافي، ماشي سخون سخون سخون، ماشي بارد بارد، دافي غير شوي. نبداو نشمخو ونلمو في العجينه تاعنا، تجي شويه طريه ماشي يابسه بزاف بزاف بزاف، يعني تجي شوي طريه. هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي، شوفوا البنات لميتها فقط تكون شويه طريه، ماشي يابسه بزاف بزاف، ماشي جاريه، لا لا شويه طريه هكذا البنات. شوفوا لميتها. هنايا جبت كيس بلاستيكي، هذوك الساشيات تاع الخبز، هنايا شمختهم بالماء كما كنتوا تشوفوا البنات، شمختهم مليح بالماء، هذاك الماء يكون شويه دافي. ثم نغطي بهذيك العجينه ونخليه حوالي نص ساعه حتى ساعه. ديروا كيس بلاستيكي ديروا عليه طرشونه ولا فلقه، خليوه واحد نص ساعه حتى ساعه، ما بيد منكم تقضوا في صلاحكم وتخدموا في شغالكم وكامل. ثم عاودت رجعت ليها بعد مرور ساعه، لقيتها يعني بدات تدلك نفسها وهذاك السميد تنفخ الله الله. هنايا نزيد نلمها شوي، شوفوا البنات كيما هكا، ما تدلكوا لا والو البنات، دخلوا فيها غير شويه تاع الماء وديروها بهذه الطريقه حوالي دقيقه فقط، ماشي بزاف. ديروا بهذه الطريقه وديروا شويه تاع الماء، يعني شمخوها يا لو كان 4 كاس تاع الماء. المهم ما تدلكوها لا والو، غير شويه يا البنات، يعني تحسوا باللي طرات على الاول. ثم نزيد نشمخ هذاك الكيس البلاستيكي بالماء هذاك كما راكم تشوفوا، ونغطيه ونخليها تريح ثاني للمره الثانيه. يعني دائما العجينه تاع المحاجب ولا تاع المسمن يعني تبغي تريح، خليتها هنايا ريحت للمره الثانيه حوالي هكاك 20 دقيقه هكذاك، زادت دلكت نفسها. يعني راني نروح نخدم في شغلي وكامل ونعاود نرجع ليها. هنا تاني نزيد ندخل فيها شويه تاع الماء. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش راني ندبس فيها بيديا، ولا ديروا لها بهذه الطريقه، كل وحده تستعمل يعني الطريقه المعتاده عندها عادي. بصح يعني الوصفه العاديه انه ندلكوا العجينه ساعه ولا نص ساعه ونص وندلكوا فيها ونتعبوا بزاف، فهمتوا. هذه لا ما تطلبش انك تدلكيها ولا تريحي معاها بزاف، ولا كل مره دقيقه 2 دقائق ديروا الماء في يديكم وديروا لها بهذه الطريقه، حق ما تحسوا باللي بدات تطرى شوي، هذا ما كان. هنايا البنات نزيد نغطيها ونخليها تريح للمره الثالثه. يعني هذه الطريقه تغطوها بالكيس وتخليوها تريح 3 مرات، اللي حبت المره الرابعه لكم الاختيار. 3 مرات كما راكم تشوفوا. شوفوا لهنا كيفاش رجعت شويه يعني طريه. 2 دقائق برك يا البنات، ماشي بزاف. بعد ما لميتها هذيك 2 دقائق البنات، عاود شمخت الكيس تاعي وغطيتها للمره الثالثه ونخليها تريح حق ما نوجد دوكا الحشوه تاعنا. هنا البنات عندي بصل الخضر، راهو وقته، راه الموسم تاعو، الفوائد تاعو
عظيمه. البصل هذا مليح لاغريب، مليح للحساسيه، مليح بزاف بزاف. شوفوا خياتي، شادت نقيت هذاك البصل ونحيت له هذيك الورقه الطويله اللي تجي هكايا مقطعه وكامل وماشي شابه. خليت هذاك البصل الخضر، الله هذاك الورق الخضر. شوفوا بزاف اخوات يرميو هذاك البصل الخضر، يعني هذيك الورقه الخضراء البنات، فهمتوا؟ شوفوا كيما هذا ما نحتاجوش، هذا الموف هذايا، هذا شوفوا داير كي الورقه، هذا يجي ماشي شباب، نحيه يجي صامت. شوفوا هذا نقيسو، والورقه هذيك نحيتها حطيتها اكوتي، مش حنرميها، لا لا، صح كامل في هذيك الورقه الخضراء. راه مليح بزاف هذا البصل. الاجانب يستغلوا الورقه تاع البصل بزاف بزاف. حنا ما نقيسوهاش، ناكلوه مع السلطه، ناكلوه غير بالخبز وحده، نديروا به حشيش كويرات، نديروا به المبسس بالاعشاب المنسمه، نديروا به خبز الاحوال، نديروا به بزاف وصفات هذا البصل. شوفوا خياتي، هنايا هذيك الورقه الخضراء نخليها اكوتي، ودوكا نقطع هذا الابيض هذا البنات، وهذا كي داير كي الورقه هكا كي الكاغط نقيسو. شوفوا نقطعوا بالمستعمل المنشار يقطع مليح، ولا موس يكون قاطع، نقطعوا عشوائيا مربعات كيما راكم تشوفوا لهنا البنات. بعد ما قطعت هذاك البصل، هنايا جبت المقله تاعي، درت كميه مليحه تاع الزيت. هنا نقلي هذا اللولاني، هذا الابيض نقلي، نبدا فيه هو الاول كي يبدا يذبل مليح مليح هكا مع تحريك المستمر على نار قليله. البنات ما ديرولوش غطاء، على خاطر هذا البصل يطلق كميه تاع الماء. هنا بعد ما تقلى لي حوالي 5 دقائق حتى 8 دقائق، هذيك الورقه قطعتها تاني مربعات، راني ضفتها في الاخر، لانه الورقه هذيك بالخف الطيب، فهمتوا خياتي؟ يعني البصل الخضر من الان وصاعدا ما تزيدوش تقيسوه. والمحاجب راهم انواع ووصفات متعدده، كاين المحاجب هذوك تاع المحلات يجيو الصغار بالطوماطيش بلا صوص طوماط، كاين هذوك المحاجب اللي بالشكشوكه، كاين هذوك محاجب البرنوس تاع ناس باتنا وناس بالسكره وكامل، كاين هذوك المحاجب اللي يجوا بالشحم، فهمتوا؟ يعني انواع وانواع متعدده تاع المحاجب، وكل ولايه والوصفه تاعنا تاعها. حنايا في ولايه تيبازا نخدموا هاد المحاجب تاع البصل الخضر بزاف بزاف بزاف. شوفوا خياتي، تبقاو تقليو فيه حتى وين يشرب تماما هذاك الماء، لانه كي تبداو تقليو في البصل يطلق الماء تاعو. شفتوا؟ يعني ان شاء الله تتعلموا هذه الوصفه، وراني نشرح يعني بطريقه مبسطه وباش كامل تفهموا عليا. كي تشوفوا باللي خلاص شرب هذاك الماء، نديروا ملعقه كبيره فلفل عكري حلو، بصح ما تخيروش هذاك اللي فيه المروريه، جيبوا نوعيه شابه، وضيفوا كميه تاع الملح، ما تكثروش الملح. المهم ديروا ملعقه كبيره معمره جبل فلفل عكري، ولا ملعقه ونصف، المهم عكري يكون نوعيه شابه ما فيهش المذاق تاع المروريه. خلطوا مليح مليح، خليوه هكا يدي هذاك اللون شويه بالحموريه، وقلعوه. لهنا راهو واجد، يعني حق نزيد له غير دقيقه فقط ونحيه ونحطه على جهه حتى وين يبرد تماما. لهنايا بعد ما كملت تقلى البصل تاعي، خليته يرتاح ويبرد على جهه، عاود رجعت العجينه تاعي. شوفوا خياتي، شوفوا الله الله، شوفوا شحال طريه وشحال شابه، ما دلكتها بزاف، ما تعبت روحي، ما عجزت عليهم لا والو. هنايا البنات راح ندير هكا، نقرصهم هكذايا كويرات شويه كبار، راح ندير حجم كبير، ماشي حندير داك الحجم الصغير لا، هاد المحاجب يجوا حجم كبير، يعني محاجب XXL، يعني تاكلوا حبة تشبعوا. واللي حبت تديرهم صغار لكم الاختيار يا البنات، رانا في زمان الشتاء، في زمان البرد، يعني الناس تبغي بزاف المحاجب مع هكا شويه لوبيا ولا عدس ولا تيب واكاسي، يعني والله ما شاء الله دنيا ما فيها. مع الحال راهو غالي، يعني حتى طوماطيشي غاليه، يعني ديروا غير البصل هذا ما كان. شوفوا لهنا البنات نقرصهم هكذايا حجم، قلت لكم يعني حبه تجي كبيره، الله الله تشبع. بعد ما كملت قطعتهم، درت لهم الزيت من الفوق ومن التحت ضروري باش ما تيبسلناش العجينه على الوجه وما ينشفوليش. لهنا البنات نخليهم يريحوا 4 ساعات حتى 20 دقيقه، ضروري هذه المرحله. كي تقرصوهم هكا تخلوهم يريحوا باش العجينه تجيكم سهله تفردوها، فهمتوا خياتي؟
وبعد ما تريح هذيك العجينه نوجدوا الطاجين تاعنا، كل وحده فاش تحب طيب المقله طاجين طوا كيما حبيتو. لهنا البنات هذا واش وجدت. شوفوا لهنايا قسمت الحشوه تاعي نص خليتها هكذاك، وهنا وجدت فرماج شيدار رحيته، وعندي ايضا الشحم وعندي الزيت. هنا يبقى لكم الاختيار، هما هاد المحاجب تاع البصل الاخضر يجوا بالشحم. هنا البنات قسمت الحشوه على زوج، هذه درت لها الحار والاخرى درت لها خليتها هكذاك بلا حار على خاطر على جال ولادي، فهمتوني. شوفوا لهنا البنات هاد المحاجب يجوا بالشحم، فهمتوا، يجوا بالشحم بصح. اللي حابه تستغنى عليهم ولادها ما ياكلوش الشحم ولا ديروا لهم الفرماج ولا خلوهم هكذاك، حنا نديروا لهم بالشحم. وانا درت اختياري درت الفرماج باش يعني توعي نديرهم بالشحم، انا نموت على الشحم ولادي ياكلوا تاع الفرماج، فهمتوا خياتي. كما كنت تشوفوا العجينه الله الله تتفرد غير وحدها، تتفتح غير وحدها. والعجينه تاع المحاجب خياتي حلوها بالزيت، شوفوا، ودائما حلوا الاطراف، ما تحلوش في الوسط خليوها شويه خشينه، حلوا دائما الاطراف. اما بالنسبه للمبتدئات اللي ما يقدروش يهزوا المحجبه تاعهم خاصه كي يكونوا محاجب كبار، من الاحسن تجيبوا ورق الزبده تقطعوه مربع كبير ولا صغير كما حبيتو، ولا كرتونه، المهم ورقه تاع كراس، المهم فردوا العجينه تاعكم على هذيك الورقه هكذا باش كي تروحوا تهزوهم مباشره بهذيك الورقه اطرموها في الطاجين تاعكم، فهمتوا خياتي. بصح انا محترفه فيهم، يعني يديا نهزهم بسهوله، نهز يعني المحجبه تاعي حتى اذا كانت كبيره. هنا البنات درت كميه تاع هذيك الحشوه ودريت عليها كميه مليحه تاع الشيدار، يعني هذه لمسه اختياريه ماشي شرط ديروها بصح يعني على جال دراري. اما الوصفه التقليديه يعني ما فيها لا شيدار لا والو، فيها غير الشحم ولا البصل وحده. كمل تعرفوا كيفاش تطويو المحاجب ولا المعارك كما راكم تشوفوا هايليك على شكل مربع، ونجيبوا هذوك الاطراف للوسط. المهم العجينه ما تكونش رقيقه بزاف تتقطع لكم في يديكم، يعني غير حاجه خفيفه هكذا. شوفوا هايليكم ما تخافوهم لا والو، مش عارف علاش بزاف يرهبوا المحاجب والعجينه تاع المحاجب والمسمن. ديروا لهم شويه تاع الزيت. شوفوا نوعيه تاع سميد البنات انا درت سيم، يعني انا ما عنديش نوعيه محدده نخدم بها، اللي لقيت نخدم بها. حطيتها على طاجين يكون متوسط الحراره، ما تقويوش النار تحرقوهم وما ديروهش خفيفه ومن بعد يجيكم خضوره ولا متوسطه. ورشوا شويه تاع الزيت، انا نحب هكايا نزيد نرققهم في الطاجين غير بشويه. شوفوا البنات طريقه الطهي باه يجوكم الوجوه كيف غير تبدا تنشف من الفوق غير شويه قلبوها ورشوا عليها غير شويه تاع الزيت باش ما تجيكمش ناشفه، باش تجيكم شويه مزيته، وثم ابداو قلبوا فيها. في نفس الوقت نزيدوا نخدموا محجبه واحده اخرى، يعني الوحده راهي طيب وانا تاني راني نزيد نفتح العجينه واحده اخرى هكذا باش ما نبقاش نستنى في الاولانيه وقتاش طيب باش نزيد نخبز الثانيه، لا يعني وحده راهي طيب وانا نروح نزيد نخبز واحده اخرى باش نوجدها بهذه الطريقه. شوفوا العجينه جات ما شاء الله تتكسل وحدها، جات رطبه تبري ما شاء الله. لهنايا راني نقلب في المحاجب تاعي ونحركهم باش يجوا محمرين على حبه الله باش يطيبوا لي مليح باش هذيك الشحمه وهذاك الفرماج يذوب. شوفوا يشهوا جاو كبار ما شاء الله. لهنايا نزيد الحبه الثانيه، كاين اللي حندير لهم الشحم وكاين اللي راح ندير لهم الفرماج. ودائما نغلق هكايا ونضغط هكا غير بشويه، نجبد ونغلق، سهله مهله. وكما قلت لكم في الاول اللي تخاف تهز المحاجب تاعها تحلهم على يعني ورق الزبده ولا كاش ورقه، يعني كرتونه تاع كراس ولا، وتهزوهم بكل سهوله، يعني مش حاجه اللي تخوف ولا، يعني غير تولفوا يديكم يعني يهزوا المحاجب ولا المسمن خلاص. لهنا البنات دائما الفرن يكون ناقص شويه، وكي نحط الحبه تاعي نزيد هكايا نرققها باش تجي شويه رقيقه، ما تجيش هكا خشينه بزاف ويجوا معجنين، يعني كل ما جاو رقاق بزاف راح يجوا شابين وبنان. ودائما نرش قطرات تاع الزيت
ان شاء الله تكونوا فهمتوا، لاني نحب نشرح بالتفصيل الممل باش كامل تفهموا عليا. وسمحوا لي كيجي الفيديو طويل، الله غالب، يعني حاجه يعني تفيد، معليش اذا جات طويله. شوفوا غير ينشف شويه، غير شويه نقلبها ونبقى نحرك فيها حتى وين تديلي اللون الاحمر اللي نحبوه كامل في المحاجب. نكمل نطيب كامل المحجبات تاوعي بهذه الطريقة، راني نقلب وراني نحرك فيها، وفي نفس الوقت راني نزيد نخبز المحجبات واحد اخرين. شوفوا هكذا انا نحبهم محمرين هكذا، يعني يدوا العقل. شهيتكم في الجنة ان شاء الله كما راكم تشوفوا، غير هكا بالعقل حركوا طيبوا حركوا حتى وين تشوفهم تحمروا. الله الله. شوفوا نكمل كامل المحاجب تاوعي. لهنايا راني كملت طيبتهم، جاو يشهوا جو كبار، يعني الواحد ياكل وحده برك يشبع مع كاس فانتا ولا شريها ولا كوكا كولا ولا مخيط. والله الله والله الدنيا ما فيها. شهيتكم في الجنة ان شاء الله كما راكم تشوفوا. انا موالفه غير نطيب المحاجب يطيحوا عليهم. الاولى قلت لهم اليوم والله ما تاكلوا حتى نصور نكمل باش تبداو تاكلوا، يقولوا لي يلا راكي تصمتي لنا في الحاله. شوفوا خياتي العزاز، كاين اللي درت لهم الشحم، كاين اللي درت لهم الحار، كل وحده كيفه. شوفوا يعني خرجوا ما شاء الله. من اليوم ما زيدوش ترموا هذاك الورق تاع البصل، ديما ديروا به المحاجب. شهيتكم في الجنة. واللي تحب تشوف وصفات تجميلية، وصفات طبيعية، جولات في الجبال الفلاحة، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي الأولى مطبخ وتدابير الفراشة. أتهلاو في روحتكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فرصة أخرى مع فيديو آخر إن شاء الله. سلام.